يطلع لك هاي الرسالة كلش مهمة، يقول لك تريد تخفي من البرنامج، من تريد تخفيه يصل لك إشعارات لو لا. إذا تريد تصل لك إشعارات تنطي enable اللي هي سماح بالإشعارات، وإذا ما تريد تقدر تنطي maybe later، ما راح يصل لك إشعارات. يعني برنامج انقفل من الإنترنت، أي أحد يدز لك رسالة على البرنامج ما راح يقدر يظهر عندك. هلا والله متابعيني، شلونكم؟ شخباركم؟ اليوم جايب لكم برنامجين نزلا حديثا على الابل ستور، اللي هو برنامجين اللي ذني الكلوك والاب لوكر، اللي مختصة بالقفل التطبيقات والهيد التطبيقات، اللي تقدر تخفي تطبيق معين او تقفل تطبيق معين ما حد يقدر يشوف محتوى، او وما يظهر عندك بالايفون، حتى بالسيرش ما يظهر عندك، وحتى بال مكتب التطبيقات هم راح يظهر عندك. شلون استخدام هذا البرنامج؟ اول شيء راح اخلي روابط مراتن جوا بالوصف تقدر تحملهن. اعتقد راح يصيرن بفلوس لان البرنامج كلش قويات. هم حاول تنزلن حتى اذا ما تحتاجهن، نزلن حتى من تحتاجهن مرة ثانية يصير عندك ببلاش مو بفلوس. راح نحكي عن التطبيق الاول اللي هو تطبيق، هذا تطبيق كلوك، اللي هو شلون تخفي تطبيق معين. ندخل على التطبيق اللي هو هاي واجهة البرنامج. أول ما تدخل عليها تشوز apps to start، يعني اختار البرنامج اللي تخفيه. نختار، حيطلع لك هاي التصنيفات، مثلا تخفي برامج الاجتماعية، راح يطلع لك الفيسبوك وال واتساب والانستا او اي شيء تريده تختار من هنا. مثلا انا راح اخفي برنامج معين اللي هو الديسكورد. شلون راح يخفي عندي؟ اول شيء نشوف مكانه وين. اللي هو هذا برنامج ديسكورد راح اخفيه. نطب عليه، نعطيه صح، بعدين نعطيها تم، بعدين نعطيه هيد. هسه برنامج الديسكورد ما موجود عندنا بالايفون، لو مهما بحثنا عنه ما راح نلقاه. اللي هو هذا هنا مكانه ما راح نلقاه. حتى تبحث عنه بالسيرش، تروح بالمكتب التطبيقات ما راح تلقاه. حتى الاشعارات ما راح يصل عندك. وحتى اذا مثلا افرض احنا خافين برنامج الواتساب، اذا احد دز لك رساله على الواتساب ما راح تصلك رساله، ولا راح يبين انت عندك نت، لان راح يقطع عندنا النت عن البرنامج. وهاي طريقه كلش حلوه او ميزه حلوه بالبرنامج. هذا البرنامج بس هذا شغله. بعدين شلون نرجعه؟ ندوس على الهيد راح نلقاه مرجوع. هسه رجع البرنامج الديسكورد. وهسه نجي على البرنامج الثاني اللي هو اب لوكر، اللي هو هذا البرنامج تقريبا شغله نفس برنامج الاول، بس بيه ميزه ثانيه اضافيه كلش حلوه. شلون راح نشوفها؟ نطلب على البرنامج، راح يطلب منك باسورد او فيس اي دي. انا مخلي له فيس اي دي، اذا تخلي له تاتش اي دي اللي هي البصمه، او تخلي له باسورد حسب جهازك شنو يدعم. اول ما تفتح البرنامج اللي هو يطلع لك بهاي الواجهيه، راح يطلع لك خيارين. الخيار الاول شلون تقفل برنامج، والخيار الثاني شلون تخفي برنامج. الخيار الثاني شرحنا عنه بالبرنامج اللي هو الاول، اللي هو نفس الطريقه تقريبا شلون اخفاء البرنامج. هسه راح نشرح شلون نقفل برنامج من الخيار الاول اللي هي select apps to password lock. نضغط عليها مره واحده راح يطلع لنا جميع البرامج. ما راح يطلع لك تشوف هسه ماكو برامج، بس مثلا الاجتماعيات راح يطلع لك كل البرامج الاجتماعيه، هي الفيسبوك، الانستغرام، الواتساب، او الالعاب راح يطلع لك جميع الالعاب هيك، يعني مصنفينها هيك تصنيف. مثلا انا راح اخفي برنامج الفيسبوك، انا مأشر عليه الفيسبوك، حط له صح، بعد نعطيه تم، بعد نعطيه الابس يعني قفل، نعطيه لوك. نطلع لك بالخضراء يعني قفل. هسه طلع لنا بالخضراء، طلع لك هاي الرساله كلش مهمه. يقول لك تريد تخفي من البرنامج، من تريد تخفيه يصل لك اشعارات لو لا. اذا تريد تصل لك اشعارات تنطي enable اللي هي سماح بالاشعارات، واذا ما تريد تقدر تنطي maybe later.
ما راح يصل لك اشعارات، يعني برنامج انقفل من الانترنت. اي احد يدز لك رساله على البرنامج ما راح يقدر يظهر عندك الاشعار، او هو ما راح يعرف ان انت عندك انترنت او لا، بالواتساب او بالانستغرام او اي برنامج. هسه انا راح انطيه ميبي ليتر، ونروح على البرنامج الفيسبوك. اللي هو هذا برنامج الفيسبوك راح يطلع لنا مقفول، ما نقدر نستخدمه. شلون راح نقدر نستخدمه؟ بحالة واحدة، إلا إذا نروح على البرنامج نفسه. راح نخرج من هالبرنامج. مثلا إذا واحد يريد يفتحها ما راح يقدر يفتحها، نطوي يطب عليه ما راح يقدر يفتحها. يفتحها بطريقة واحدة، إلا إذا يقدر يطب على البرنامج. بس من يطب على البرنامج راح يطلب من عنده باسورد أو فيس اي دي أو تاتش اي دي مثل ما قلت لكم. هسه نريد نراجعه شلون. نعطي على هاي الابس، نضغط عليها ضغطة واحدة، بعدين نعطيه انلوك. هسه البرنامج رجع لنا، صارت بالنقطة الحمراء. نروح على الفيسبوك نلقاه مفتوح. بهاي الطريقة تقدر ترجع تقفل برنامج أو تخفي برنامج مثل ما قلت لكم. إذا عجبكم الشرح يا ريت لايك للفيديو واشتراك بالقناة إذا ما مشترك، وفعل زر الجرس. وذين البرامج مثل ما قلت لكم راح أخلي لكم إياهن جوا بالوصف، تقدر تحملهن. احتمال راح يصير لفترة محدودة، فحملهن من هسه حتى لا يصير بفلوس أو باشتراك أو بهيك شي. حاول تحملهن حتى إذا ما تحتاجهن، حملهن وخليهن احتمال يجي يوم تحتاجهن. وشكرا لكم.